طب تخسر كام لو ما عندكش براند؟ لو انت شاطر في مجال معين وما بتعملش محتوى، انت حرفيا بتخسر فلوس كل ثانيه بسبب واحد اصغر منك واقل منك شاطر ياكل السوق لمجرد انه بيطلع يتكلم. زمان كان الشاطر يقعد في المكتب والناس تجيله على السمعه. في 2026 لو مالكش وجود على الشاشه فانت مش موجود في السوق اصلا. صانع المحتوى مش ناس تافهه، ده الكارت اللي بيفتح لك شغل وانت نايم في البيت. المحتوى بيخلي العميل يعرفك ويحبك ويثق فيك وانت نايم في البيت، ومن غير الثلاثه دول العميل مش هيدفع لك ولا جنيه. طب ازاي تعمل محتوى ويجيب ناس مش مجرد رأي فاضي؟ اقول لك بالمختصر المفيد. صلي على النبي، كمل معايا الفيديو. سيبك من الخوارزميات والهوكات والرغي الفاضي ده. اي فيديو عشان يضرب في السماء اتكلم حاجه مفيده وفي المختصر المفيد. الناس ما بتحبش الرغي، ما بتحبش الكلام الكتير، بتحب المختصر المفيد. في معادله واحده من 3 خطوات تخلي اي فيديو يضرب في السماء. المعادله هي: هوك يخطف، قيمه تصدم، وقت ضيق. اول 3 ثواني اخطف المشاهد، زي البياع لما وقفش مع الزبون في اول 3 ثواني خطفه شد انتباهه ليه، محدش هيشتري منه وهيمل له منه بسرعه. بعدين اديله معلومه مفيده بسر محدش بيقولها كتير. تالت حاجه، رتم الفيديو يكون سريع. اتكلم كانك بتجري. الناس خلقها ضيق وملايين المشاهده حلوه بس ما بتاكلش عيش. ازاي بقى تقلب المشاهدات دي لفلوس؟ صلى على النبي وكمل مع الفيديو. اكبر غلطه بيقع فيها صناع المحتوى انه بيحب المشاهدات وبيفرح بالمشاهدات الكتير، بس المشاهدات دي ما بتاكلش عيش. تعالى اقول لك السيستم الصح عشان تبدا تشتغل في صناعه المحتوى. هنا عشان تقلب المشاهدات دي بفلوس لازم تكون انت البراند، انت الشخص اللي الناس بتتفرج عشانك. انت مثلا مبرمج، تبدا تعرض خدمات، تظهر خدماتك وتقدمها باسلوب مميز، تخلي الناس تظهر، تخلي الناس تشوق اكتر انها تشوف الخدمات بتاعتك. لو انت مثلا فيديو اديتور تبدا تعمل مشاريع وتظهر انت ازاي بتشتغل عليها. جرافيك ديزاين تبدا تصور الشاشه بتاعتك وتسرحها والناس بتحب تشوف التفاصيل، تحب تشوف الخطوات بتاعتك. فهنا بتقلب المشاهدات دي لمتابعين ويجيب لك عملاء. هنا تقلب المشاهدات لفلوس. البراند الشخصي بيخلي الناس تثق فيك وتبيع اي حاجه لاي حد لانهم بيثقوا فيك. لو عجبك الفيديو صلي على النبي.